السيد الرئيس، ترحب فرنسا باعتماد القرار الذي يجدد لعام ولاية المينورسو. أود أن أذكر بأن فرنسا تدعم بالكامل جهود المبعوث الخاص للأمين العام فارس. زيارته الأخيرة إلى المنطقة والمشاورات التي قام بها كانت إيجابية. كما أرحب بجهود المينورسو التي تؤدي دورا أساسيا في استقرار المنطقة وتساهم في خلق الظروف المؤاتية لاستئناف العملية السياسية. نرحب أيضا باستئناف عمليات إعادة توريد مواقع المراقبة المينورسو في شرق الجدار الرملي في سبتمبر، ويجب ضمان أن هذه عمليات إعادة توريد هذه منتظمة، ويجب أيضا ضمان حرية تنقل المينورسو. نعرب عن قلقنا إذا انتهاكات وقف إطلاق النار، فالمسؤولون عن هذه الانتهاكات يعرضون للخطر وقف إطلاق النار. السيد الرئيس، نحن نؤيد تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة للأطراف بحسب قرارات مجلس الأمن. أذكر بالدعم التاريخي الواضح والثابت لفرنسا لخطة الحكم الذاتي من المغرب، فهذه الخطة موضوعة على الطاولة منذ 2007 وحان الوقت للانطلاق بها. نحن نشجع الأطراف على الانخراط في حل براغماتي وواقعي ودائم يستند إلى التسوية وندعم جهود المبعوث الخاص